السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. هعمل بقى النهاردة معاكم طاجن سمك، وهعمل طاجن رز معمر بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين بقى الجمال؟ تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشايفين بقى طاجن الرز المعمر جميل جدا. يا ريت بقى اللي بيبدأ معايا الفيديو ما ينساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل فضلا وليس أمرا، وما تنسوش البصمة أو اللايك أو الإعجاب. هنا بقى أنا معايا سمك بياض، غسلته نضفته كويس وغسلته برضو كويس ونقعته في ليمون وملح وخل. ومعايا هنا طماطم ومعايا فلفل ومعايا هنا بصل وثوم. هجيب كوز الخلاط، هحط بقى فيه الفلفل والطماطم وهضربهم كويس في الخلاط. جبت بقى هنا طاجن اللي هحط فيه السمك ومسحته بمعلقة زيت. هبشر بقى البصل وكمان هبشر الثوم وحطيت صلصة الطماطم او عصير الطماطم وحطيت معلقة ملح وهحط كمان معلقة كمون وهحط كزبرة ناشفة وهحط السبع بهارات وحطيت معلقتين زيت وهقلبهم بقى كويس جدا. وحطيت هنا نص ليمونة هحط بقى السمك البياض هحط كمان شوية زيت على وشهم وادخلها الفرن عقبال ما احضر الرز المعمر. هنا انا معايا كيلو رز غسلاه كويس ومصفياه، حطيت عليه ربع كوباية زيت وهحط عليه كمان معلقة فلفل هقلبهم بقى كويس. هجيب بقى الطاجن اللي هحط فيه الرز المعمر وامسحه بمعلقة زيت هحط بقى الرز
حطيت بقى معلقة ملح وهقلبه برضو كويس. حطيت كوباية مية كمان، وهحط كمان كوباية لبن. وكمان هضيف لها معلقة سمنة. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة عالية برضو. حطيت له برضو معلقة سمنة. خلاص طلعت طاجن السمك. ما شاء الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وكمان طاجن الرز خلص. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جميل جدا. يا ريت بقى اللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش عندي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل فضلا وليس امرا، والبصمة الجميلة بتاعتكم ما تنسوهاش فضلا وليس امرا. احلى طاجن رز معمر واحلى طاجن سمك. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله.